لو شغال في محتوى ملخص أفلام أو ناوي تبدأ، فلازم تعرف المخاطر اللي ممكن تخلي قناتك تختفي في لحظة. حقوق الطبع والنشر، تحقيق الربح والمنافسة. النهاردة هقولك على مشاكل اللي بتواجه أي حد في المجال ده وإزاي تتجنبها. وخلونا نبدأ بأول مشكلة معانا، واللي هي حقوق الطبع والنشر. طبعا المشكلة في اليوتيوب انه بيستخدم خاصية Content ID. طبعا الخاصية ديت انه لو لقت اي حد مثلا مستخدم نفس الفيلم او اي حاجة، فبتعمل له حقوق طبع ونشر. فالحل بتاع المشكلة ديت انه الفيديو بتاعك المطلوب منك او انا عايز منك انك الفيديو ما ترفعهوش نفس ما هو، لان هتاخد عليه انذار حقوق طبع ونشر. فانا عايزك تضيف له صوره. احنا طبعا جايين لسه لقدام، هو انت لو اضفت له صوره والفيديو معلهوش انذارات ممكن يتلغي في الربح. احنا لسه هقول لكم ليه، بس المهم انك تضيف صوره علشان تلغي الفيديو، تكون صوره معبره عن الفيديو نفسه علشان تقدر مثلا ما تاخدش انذار حقوق طبع ونشر او اي حاجه، والمشاهدين يشوفوا انه الفيديو ده او الصورة ديت نفس الفيديو، صورة تكون معبرة عن الفيديو شخصيا، او مثلا خلينا نقول الصورة تكون معبرة عن الفيديو والصوت بتاع الفيديو تخليه في الصورة. مفيش مشكلة، بس اهم حاجة لازم تكون الفيديو لغيه وحط صورة معبرة. تاني حاجة معانا واللي هي الربح. عايزك تتركز على الربح ده، حتى لو كان الفيديو ليك وما خدتش عليه انذار حقوق طبع ونشر، فانت هيواجهك مشكلة عند تقديمه للربح او انت عايز تربح منه. طبعا قلت لك على النصيحة ديت واخدتها وعديت على الحد التاني، وهو حقوق الطبع والنشر عديت من عليها، وصلت في الحاجز بتاع الربح. طبعا ان كان الفيديو ليك وانت ما خدتش عليه انذارات ورا، عملت النصايح اللي انا قلت لك عنها وما خدتش عليه انذارات وبقى الفيديو ملكك، خلاص اليوتيوب هيوقف لك من عليه الربح. والسبب هيكون انه انت ما انتاش مثلا محلل الفيديو بشخصيتك او بحاجه من دي. فعلشان الفيديو بتاعك ما يتوقفش عليه ربح، انت هتفضل ترفع فيديوهات كل مرة زي كده، بس تيجي عند ساعة الربح وتقف. فانا عايزك تبدأ بأول فيديو ترفعه على قناتك، تبدأ تعمل فيه الثلاث حاجات دول علشان في نهاية حاجة تقدمه للشروط وتربح منه. تربح منه بشكل مرن جدا وبشكل على طول وبشكل من غير كلاكيع ومن غير اي حاجة، تربح منه كأنك منشئ محتوى عادي. طبعا بس تعمل الفكرة اللي انا قلت لك عليها الاولى، عايزك تيجي على المرحلة التانية واللي هي الربح. انت لازم المشكلة انا قلت لكم عليها، الحل بتاع المشكلة عايزك تلخص الفيديو. مثلا انت اضفت صورة، عايزك تلخص الفيديو بملخصك الشخصي، عايزك تتكلم عن الفيديو بتعبيرك الشخصي، مثلا تضيف فيه تعبيرك الشخصي، تضيف فيه لمستك الشخصية. ان كان تعليق صوتي في البداية، ان كان مثلا انك تطلع في زاوية فيديو وتتكلم، ان كان اي حاجة، اهم حاجة تضيف تعليق شخصي من عندك، تضيف رأيك شخصي في الفيديو، تضيف اي حاجة شخصية ليك معبرة عنك في الفيديو. واهم حاجة لازم يكون بصوتك، طلعت بوشك واتكلمت قبل الفيديو، في نص الفيديو، مع اثناء الفيديو هو شغال، مفيش مشكلة، خير وبركة. انك طلعت بشكلك كده بوشك وبصوتك واتكلمت، اضفت صوتك، خير وبركة. بس اهم حاجة لازم تضيف لمساتك الشخصية في الفيديو، لازم تضيف اي حاجة من عندك، اسلوبك الشخصي على الاقل بالفيديو، علشان الفيديو ما ياخدش حقوق طبع ونشر. اتعدى من عند حقوق طبع ونشر وقف عليها الربح. فاحنا عايزين نعدي من على حقوق الطبع والنشر، عدينا من عليها نعدي من على الربح بالميزه اللي انا قلت لكم عليها، تضيف لمساتك الشخصيه. بالمعنى العام مثلا احنا بنقولها بهاراتك الشخصيه، بهر الفيديو بنكهتك، بهر الفيديو بنكهتك. عايزك تبهر الفيديو، ادينا احنا مثلا صممنا الصوره في الاول، عايزك تبهر الفيديو بنكهتك انت الشخصيه، ان كان كلام، ان كان صوت، ان كان صوره، اي حاجه.
وخلاص. نيجي على المرحلة الثالثة واللي هي المنافسة العالية. طبعا الآلاف من القنوات هيكونوا بيتنافسوا على الحاجة دي، إن كان محتواك، إن كان محتوى مثلا فيلم معين، إن كان أي حاجة. فطبعا هتلاقي فيه منافسة عالية جدا، واغلب منشئين المحتوى اللي بيعملوا قنوات ملخصات افلام او ملخصات مباريات الاتنين واحد. وحتى لو هتعمل ملخصات مباريات او ملخصات افلام كوميدية، افلام اي حاجة تانية، رعب، كوميديا مثلا، افلام اجنبية زي ما احنا مثلا بنشوفه كده، فلازم تعمل الحاجتين اللي انا قلت لك عليهم. ونيجي على الحاجة الثالثة واللي هي المنافسة. طبعا اغلبكم هيكون مثلا عنده، مثلا انا شفتك رافع فيديو بشكل احترافي وجاب لك مشاهدات، فانا عايز ارفع زيك. لا، احنا عايزينك انت تبقى رجل بملخصات افلامك شخصي، تكون واحد مش واخد من حد ولا حد ياخد منك. ان كانوا اخدوا منك فانت الله اعلم، مثلا دي حاجه يوتيوب لا بتصرف بيها ما تصرفش بيها، دي حاجه ما اسمهاش سرقه، لا اسمها مثلا الروح التعاونيه احنا بنقول عنها، ولا حاجه من دول. ان كان مثلا خلينا نقول الفيديو بتاعك اتطور وجاب مشاهدات، فاحنا انت مثلا في البدايه خلينا نقول لو رفعت فيديو في روح المنافسه ديت هي اللي هتكون مش جايبه لك مشاهدات، فروح المنافسه بالنسبه ليك لازم تكون عاليه جدا، من حيث ان احنا روح المنافسه بشكل عام منافسه الاشخاص. مئات الالاف من القنوات هتكون بترفع فيديو نفس الفيديو اكيد. يعني انت رفعت فيديو مثلا مش عارف، في فيديو اسمه عثمان مش عارف ايه كده، او كنه المهم فيديو حاجه من ديت، يعني عثمان اشي ولا حاجه من دي، فانت مثلا اخدت جزء منه بسيط وقمت جاي رفعه عندك في القناه، فاكيد في اجزاء منه، مئات الاجزاء منه او مئات الالاف من الاجزاء منه غيرك اخدها ورفعها عنده على قناته. فروح الجزء خلينا نقول او روح المنافسه هتكون عباره عن الشخصية عندك تكون بتتكلم في نفس الفيديو، خلينا نقول بصح قلنا التعليق تضيف بهاراتك ونكهاتك بالفيديو هي دي. وتاني حاجة صورة مصغرة للفيديو علشان تلفت انتباه المشاهدين، وعنوان يكون جذاب، وعلشان تضمن انتشار الفيديو ده على مثلا خلينا نقول على كل اللي في اليوتيوب، خلينا نقول علشان تضمن انتشارك السريع او انتشار الفيديو السريع. عايزك تركز على الكلمات المفتاحية للفيديو، إن كان مثلا هاشتاجات، إن كان أتات، إن كان كلمات مفتاحية، إن كان أي حاجة. المهم عايزك تركز على الكلمات المفتاحية بالفيديو علشان هي مفتاح نجاح قناتك. الكلمات المفتاحية هتجيب لك مشاهدات. وإن كان على المنافسة بشكل عام، فالمنافسة دي بترجع لك أنت. إن كان عليا عددتهم لك 4 حاجات: تهتم بالصورة المصغرة بتاعت الفيديو، بوصف الفيديو، بعنوان الفيديو، بالكلمات المفتاحية بتاعت الفيديو. ال4 حاجات دول أنا أديني عددتهم لك بحيث إنك حتى تبقى عندك يعني وجهة نظر أمام الحاجة دي، والباقي عليك. أنا مش هقدر أقول لك غير الباقي عليك، لأنك أنت اللي هترسم الطريق المنافسة الشخصي بتاعك. عايزك ما تاخدش من الناس ولا تعمل اي حاجه، ولا تعمل تسجيلات شاشه وترفعها عندك ولا اي حاجه. عايزك انت تجيب الفيديو زي ما قلت لك، تعمل عليه ال3 خطوات دولت بحيث انك توصل للخطوه الاخيره وانت ناجح. وطبعا ملخصات الافلام اهم حاجه فيها، وركز معايا المونتاج. المونتاج لو عدلت على المونتاج بتاع الفيديو كامل، طبعا ال3 حاجات اللي احنا قلناهم دولت يشملوا المونتاج بشكل عام. فعايزك طبعا محتوى الافلام محتوى ناجح جدا، عايزك تعدل عليه علشان تقدر المحتوى او الفيديو يكون خاص بك انت. وطبعا بس يبقى خاص بك انت وترفعه وتوصل لمرحلة الربح، ان شاء الله هتنجح وتحقق ربح. وهي دي كانت حلقتنا للنهاردة. ما تنسوش اللايك والشير في القناة، وما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. واتمنى التوفيق لجميع صناع المحتوى، واتمنى تمشوا على النصايح اللي قلتها لكم. منصة يوتيوب منصة كويسة، منصة مش بتديك من أول مرة، لا منصة يوتيوب تقريبا هي المنصة اللي يعني أغلب منشئين المحتوى واللي ما كانش ليهم لازمة بقى ليهم لازمة من إيه؟ من ورا منصة يوتيوب. يعني أنت متخيل إنه في أصحاب أفلام بدأوا يعملوا قنوات يوتيوب لأن يوتيوب دخل شخصي ليك أنت، مش مثلا راتب شهري هتستلم وتقعد، لا ده راتب دائم بس لو انت اشتغلت عليه صح وفهمته. اتمنى التوفيق لجميع صناع المحتوى. قوموا يلا نشوف قناتكم اليوتيوب، قوم يا محمد، قوم يا عزيزة، قوموا جميع يا منشئين المحتوى، قوموا انشئوا قنوات يوتيوب وتغلبوا
على الفكره اللي في راسكم هنا، الفكره الصلبه اللي بيقول لكم لا ما تنشئوش قنوات واقعدوا. على الاقل انشئ محتوى ملخص افلام، المحتوى ده بيضرب بكميه كبيره في اليوتيوب، انشئ وتغلب. اتمنى التوفيق جميع صناع المحتوى. شكرا لكم، باي باي.